يا بنتي انت تفضلي ماسكه التليفون كده وما وراكيش حاجه غير التليفون، بتضيعي وقتك في التليفون. انت ناسي احنا في شهر ايه؟ عادي بتسلى. وبعدين احنا في شهر ايه وايه دخل الشهر في التليفون؟ احنا في شهر ذو القعده، وده من الاشهر الحرم. وربنا قال ولا تظلموا فيها انفسكم لعل الله ينظر اليكم نظره الرضا لا تشكو بعدها ابدا. انا مش فاهمه الكلام ده قوي، يعني فهميني اكتر عشان ما عنديش خلفيه عن الحاجات دي قوي. عادي يا ست افهمك. ده شهر ذو القعده، ده من الاشهر الحرم. الاشهر الحرم اربعه: ذو القعده وذو الحجه والمحرم وشهر رجب. دول من الاشهر الحرم. يعني ايه؟ يعني ربنا حرم فيه القتال وحرم فيه المعاصي. ليه بقى؟ لان الحسنه بعشر امثالها والسيئه بعشر امثالها. يعني الحسنات بتتضاعف والسيئات بتتضاعف. مش عايزاكي تضيعي وقتك في اي حاجه تانية تستفادي. تعملي اي حسنات في الشهر ده. يعني لو تقدري تصومي صومي. يعني لو بتتجاسلي عن الصلاه او ما بتصليش حاولي تصلي وتقربي من ربنا سبحانه وتعالى. اعمالك هتتضاعف سواء كانت حسنات او سيئات. لو تقدري تذكري تكبري تهللي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. تصلي على النبي كتير، تستغفري كتير، لا حول ولا قوه الا بالله كتير. ذكر الله دايما تخلي كده ايه في بقك ذكر الله كتير، علشان هتاخدي حسنات كتير وحسناتك هتتضاعف. فانت الكسبانه في الشهر ده ما تغفليش عنه. وعايزاكي دايما تبقي ماليه قلبك بذكر الله، لان التغافل ده مرض. الغفله دي مرض في قلب البني ادم. فادعي ربنا سبحانه وتعالى يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. صدقني اول مره اعرف الكلام ده واعرف الحاجات دي. انا شكلي كنت في غفله فعلا وانا مش حاسه. شكرا جدا انت فوقتيني. بس ينفع دلوقتي اعمل كل الكلام ده؟ عدى منه كتير الشهر، هلحق اعمل حاجه؟ ايوه طبعا تلحقي، ان شاء الله يكون فاضل اسبوع. المهم ان انت تعملي اي حاجه ممكن تعملي في الاسبوع ده اللي ما عملتهوش في الشهر كله. يلا بقى قومي ابدأي والحقي اللي فاضل وما تكسليش.